هلا حبايب، اليوم راح نبدي وياكم بوصفة عمل بيتزا. طبعا هذه البيتزا هي كيتونية ضمن الكيتو العادي، وأتمنى تعجبكم. ما بيها طحين وكل مكوناتها كيتو وما بيها أي شيء خارج نطاق الكيتو. يا ربي تعجبكم. بس قبل لا نبدي يا ريت ما تنسوا تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم الإشعارات أول بأول أول ما أنزل وجبة. ونبدي على بركة الله. أول شيء نخلي بروكلي بمحضرة الطعام ونفرمه. طبعا البروكلي فريش غير مطبوخ. ونطلع من عنده كوبين بروكلي مفروم، ونخلي هذا الكوبين بكاسة. وبعدين نضيف عليها ربع كوب جبن البارميجان وربع كوب جبن الموزاريلا. بعدين نخلي ملح وفلفل أسود وبهارات إيطالية. طبعا البهارات الإيطالية اختياري بكيفكم. ونضيف عليها بيضتين، ونخلط المكونات لحد ما تتكون عندنا عجينة متماسكة. بعدها نجيب قالب شوي مغطى بورق الزبد، ونرش القالب بأي زيوت كيتونية، أنا رشيته بزبد. ونضيف عجينة البروكلي عليه ونفرشها ونشكلها على شكل دائري مثل عجينة البيتزا. بعدها نخليها بالفرن على درجة حرارة 400 لمدة 20 دقيقة. تطلع من الفرن بهذا الشكل. وبعدين نبدي نضيف التوبينج مالتها. أنا ضفت، طبعا هو التوبينج اختياري، أنا ضفت موزاريلا تشيز وضفت طماطة وبصل وخليت عليها شوية بقدونس. بعدها نرجعها للفرن على العالي لحد ما يذوب الجبن وتكون جاهزة. وهسه طلعت لنا بهذا الشكل كلش لذيذة وطيبة. يا ريت تجربوها وبنفسكم وتشوفون الطعم ايش قد لذيذ وايش قد مشبعة هذه الوصفة. ولا تنسون الاشتراك بقناتي وحتى يوصلكم كل شيء جديد، وانتظروني بوصفة جديدة كيتونية.